أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. من هذا الحديث أخذ شرطا من شروط لا إله إلا الله. تعرفون أن العلماء أئمة الدعوة جمعوا شروط لا إله إلا الله وأوصلوها إلى 7، ونظمها بعضهم بقوله علم يقين وإخلاص وصدق وكماع محبة وانقياد والقبول لها. ففي هذا البيت 7 شروط من شروط لا إله إلا الله. أولها العلم، ودليل قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعرف ذلك وتحققه. إذا عرفته وتحققته فإنك تفهم معناه. اعلم، وضد ذلك الجهل، فإن الذي يقول لا إله إلا الله ولكن يجهل ما تدل عليه ولا يتصور أنها تنحي الإلهية عن غير الله وتثبتها لله، لا يقع في قلبه لهذه الكلمة وقعا ولا يكون لها في نفسه أثار، بل كأنه أمر عادي لا ينكره ولا يستكثر من عبادة غير الله ولا يستنكرها. فلا بد أن يكون القائل لهذه الكلمة عالما بما تدل عليه. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة.